إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط، فكم من أناس يعيشون غير مترفين وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلة، حب المتبادل، كل حاجة موجودة، وبياكل ما شاء، ويمكن يبقى عنده ثروة وانتم يمكن بتشوفوا دي، ومحروم أن يأكل قطعة لحم. إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقها، وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب وعطفا علي هذا العطف، وتعبا لأرتاح وشقيا لأسعد. ولذلك ربنا بيقول إيه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. الدنيا دي كلها ايه هي الدنيا دي؟ انا ما اعرفش متى انتقل الى الله. اذا هي الدنيا بتاعت اللحظه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعه التي انت فيها. هي دي. من اصبح معافى في بدنه، صحته كويسه، امنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي الدنيا. تعال بقى، الإنسان منا يكون عاصيا، هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. أنت ما تفعلش، إنما أشعت واحد إنه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، الراجل الثاني سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا ده، ولكني احب من يطيعك فاجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيته. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من ان يكون داعيا الى الله؟ ساعة ما تشوف واحد متكبر في الكون قل له انت محجوب عن رؤية الله، لانك لو رأيت الله في كبريائه وفي عظمته لتضاءلت انت امامه، لتضاءلت انت امامه. ولذلك ليه من تواضع لله، شوف ازاي بقى ديك من تواضع لغني لغناه، ولكن دي تواضع مين؟ لله. تواضع لله رفع. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم، عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم
لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، هي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم. فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم. ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها. أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم. فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم. ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها. فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، هي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. اللي ستنا فاطمة الله يقول وأنه هو أضحك وأبكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها إيه اللي بكاكي وإيه اللي ضحكت، قالت لا، لأنني لما دخلت على أبي وهو مريض قال لي إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت، ثم أشار إلي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي. وذلك ما عادتش 6 أشهر فضحكت. أخذ العلماء من هذا أن بمجرد الموت يكون اللقاء للأموات، وإلا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للأموات ويأنسوا كده ببعض ما كان فيهم تموت الأول تموت الآخر، إن كان اللقاء هيجي بعد البعض. إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط، فكم من أناس يعيشون غير مترفين
وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلة، حب المتبادل، كل حاجة موجودة، وبياكل ما شاء، ويمكن يبقى عنده ثروة وانتم يمكن بتشوفوا دي، ومحروم أن يأكل قطعة لحم. ساعة ما تشوف واحد متكبر في الكون قل له أنت محبوب عن رؤية الله، لأنك لو رأيت الله في كبريائه وفي عظمته لتضاءلت أنت أمامه، لتضاءلت أنت أمامه. ولذلك ليه من تواضع لله، شوف ازاي بقى ديك من تواضع لغني لغناه، ولكن دي تواضع مين؟ لله. تواضع لله رفع. أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم. فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم. ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض أو إيه إلى آخره. قالوا الأنبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفر ما يجراش حاجة يعني. طيب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ألا يعلم الله أن الضر مسه؟ هو عارف يعني إيه مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض أو إيه إلى آخره. قالوا الأنبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفر ما يجراش حاجة يعني. طيب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ألا يعلم الله أن الضر مسه؟ هو عارف يعني إيه مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى.